السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل النهاردة مع بعض رز بلبن. رز بلبن ده عشان اسبوع المولود. ايوه، احنا متعودين هنا في المنزلة ده اهلية، انا من المنزلة ده اهلية. دايما بنعمل رز بلبن، اي حاجة باللبن، مكرونة بلبن، اي اكلة بتنفع. ممكن بليلة، اي حاجة باللبن بنعملها في اسبوع المولود. ده من الحلال، ده اخدينه ورث عن اجدادنا ان احنا دايما لازم نعمل كده لما يجيلنا مولود جديد. جبت كيلو رز، عملت الكمية اللي انا بقولك عليها دي في حلتين كبار. عملت الحلة دي ما اخدتش، عملت حلة تانية كمان. المهم، المية اما غسلت الرز سبته في المية شوية، نفش شوية، بعدين غليته في مية وسبته يبرد عشان يتشرب المية. لما اجي احطه في اللبن يتشرب اللبن برضو. بعد ما غليته في مية وشرب المية الاولانية، الرز كان كمية كبيرة من الحلة، كيلو الرز ميلا الحلة دي يعني بقى اكتر من نصها كده، فاخدت كمية نص الرز وحطيته في نص اللبن مع نص اللبن في الحلة، بقى كتير كده. ورجعت عملت كمان حلة تانية. بعد ما الرز غلى مع المية ونفش بقى كتير قوي، بقى اكتر من نص الحلة ده، اخدت نص الرز حطيته في جنب ونص كمية اللبن غليتهم في الحلة، وفضيت كيس كريم شانتيه مع الخليط اللي هو رز ولبن بس. وبعدين هحط السكر والفانيليا او ريحة الموز، بس انا برجح ريحة الموز اكتر. وخلي بالك وطي على النار وما تسيبيش الخليط عشان ممكن يفور منك، ده لبن بيفور. توطي عليه وتقلبي كده باستمرار، هتلاقيهم يتجانسوا مع بعض. وشوفي كده عشان لو الرز كتل تقلبي بمضرب البيض ده. وبعدين تحط السكر المناسب. انا تقريبا حطيت نص كيلو سكر في الكمية دي، مش كتير على فكرة، عشان متخليش مسكر ويجزع منك وتعرف تاكلي منه. اللي بيحب الحاجة مسكر يكتر براحته. فالموضوع كان سهل جدا جدا وتيسير كده من عند ربنا. اللي عايزة تعرف اسبوع مين هرد عليها لو سألتوني في الكومنتات، وياريت تقولولي بتتابعوني من فين. واللي عندها طقوس مختلفة في السبوع تقولي هي من فين وبيعملوا ايه. ولو في حاجة متشابهة زي دي، على ما اظن هيبقى في حاجات متشابهة، تقولي هما بيعملوا ايه. ده ريحة الموز، يا تحطي فانيليا يا تحطي ريحة الموز، وانا برجح ريحة الموز. تقلوا بقى كويس ازاي. حطيت السكر والفانيليا والنشا مش كتير، 3 معالق كده بالكتير بحطها في الحلة دي، مش بياخد نشا كتير لان هو اساسا بيبقى متماسك، فالنشا بتمسك كمان شوية صغيرين بس. استنيت عليه لما بريد شوية وحطيته في العلب اللي انا شاريها مخصوص ليه، والعلب دي بغطا. واستنيت برضو بعد ما عبيته كده يبرد خالص عشان العلب ما تشبرش كده ويبقى فيها مية، لازم يبرد خالص. وغطيته بالعلب، وكان بالمنظر الجميل ده، وكان طعمه اجمل واجمل. يا ريت تجربوه بالطريقة دي، هيعجبكم قوي. وما تنسوش اللايك والاشتراك لأمل يوسف. وسلام.